انت مستعد ل10 انميات هتكسر الانترنت في خريف 2025؟ لو اجابتك لا يبقى انت غالبا لسه بتحاول تخلص انميات الصيف، بس صدقني اللي جاي يستاهل كل حلقة. الموسم ده مش هزار، ده مهرجان بكل معنى الكلمة. بنتكلم عن تكملة لأنميات أسطورية استنينها لدرجة شعرنا الأبيض طلع، وكمان أنميات جديدة غريبة لدرجة هتخليك تسأل نفسك إيه ده؟ بس يا رب ما تخلصش. النهاردة هنعمل كاونت داون لأفضل أنميات منتظرينها. جهزوا الوجبات الخسيسة، افتحوا الكالندر وتعالوا نغوص في اللي مستنينا. وقبل ما نبدأ، لو مش عامل سبسكرايب يبقى إيه اللي مستنيك؟ الأنميات دي مش هتتفرج على نفسها، والمحتوى ده مش هيتعمل لوحده. دوسوا على الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتدعموا القناة. نبتدي بالأنميات اللي جاينا بموسم جديد، ماي هيرو أكاديميا فاينل سيزن. بعد سنين من الكويركس والمعارك والآركس العاطفية، القصة وصلت لنهايتها. تخيلوا قد إيه الفانز هيعيطوا؟ ممكن أكتر من عدد معارك باكوجو. الموسم الأخير وعدونا إنه يكون موفي تير، تضحيات ضخمة، أركات فداء، وربما لحظة باس ألترا أخيرة تكسر الإنترنت. دي مش مجرد نهاية موسم، دي وداع لكل الفانز، من باكوجو لحد تودوروكي. كل شخصية هتاخد لحظتها. استعدوا للبكاء وللتصفيق وللنهاية اللي كنا مستنيينها من زمان. To Your Eternity Season 3. استعدوا للدموع. فوشي الكائن الخالد اللي بيغير شكله داخل على عصر جديد، العصر الحديث، يعني سيارات، كهرباء، تليفونات، مقاس جديدة. المسلسل ده بيعرف يكسر قلبك وبعدين يلمه عشان يكسره تاني. الموسم ده اسمه الحاضر، وهيوريك إزاي فوشي يتعامل مع حضارة حديثة، بس برضو مع تهديدات جديدة من النوكرز. لو بكيت قبل كده استعد تبكي HD المرة دي. الأنمي ده ريمايندر دايم إن الحياة وجع لكن فيها معنى يستاهل. Spy X Family Season 3. الأسرة المزيفة المفضلة عندنا راجعة، وآنيا اللي لسه بتقرأ عقول الناس وتعمل أوضاع كوميدية. الموسم الثالث هيكمل يوازن بين لحظات العيلة الدافية والانفجارات والتجسس. وبوند الكلب اللي بيشوف المستقبل موجود برضو. ده الأنمي اللي بيقول لنا العيلة الفوضوية أحلى نوع فوضى. Campfire Cooking in Another World Season 2. لو فاكر إن الإسكاي خلص، العمل ده قال إيه يحصل لو بطلنا الأساسي سلاحه هو الصويا صوص؟ موكودا بطلنا مش قوي ولا ساحر، بس بيعرف يطبخ. الموسم الأول شفنا إزاي أكلاته روضت ذئب أسطوري ووحش سلايم. في الموسم الجديد مغامرات أكل أكتر، مكونات جديدة، ووحوش أقوى ممكن يسيبوا مدينة كاملة عشان يتدوقوا طبخه. الأنمي ده مش معارك، ده وجبات دافية للأعصاب. وبما إن مابا راجعة للإنتاج، الأكل هيبان ألذ من برامج الطبخ الحقيقية. Kingdom 6 Season. العودة الملحمية لأكبر أنمي تاريخي حربي. مملكة الحروب بترجع بجزء سادس، وده معناه إننا داخلين على فصل جديد من معارك تكسر العظام. القائد الشاب شين بيستمر في تحقيق حلمه لتوحيد الصين. الموسم ده هيشوفنا بنغوص أكتر في الاستراتيجيات السياسية والمؤامرات العسكرية ومعارك جيوش بالملايين. لو بتحب التاريخ والتخطيط الحربي ولحظات الانتصار اللي بتجيب قشعريرة، يبقى كينجدوم هو وجبتك الرئيسية للموسم ده. One Punch Man Season 3. بعد انتصار كأنه أطول من تمارين سايتاما نفسه، الموسم الجديد جاي ومعاه مونستر أسوسيشن آرك. ده الموسم اللي كله هيولع. أبطال S كلاس في معارك، جارو بيرجع أقوى من أي وقت، وخصوم ممكن فعلا يخلوا سايتاما ياخد وقت أطول من بونش واحد. الأنمي ده مش بس أكشن، هو كمان سخرية عبقرية من الشونين كله. الصلعان راجعين. A wild last boss appears. القصة عن رجل بيزحف جسد لوفاس ميفال، الطاغية السوداء وأقوى فاينل باس اتغلبت من 200 سنة. لكن المرة دي مش لعبة، الممالك لسه مرعوبة باسمها، وهي لازم ترجع تجمع حلفائها وتواجه الوحوش. التوليفة لوج هورايزن في العالم، ديمون كينج أكاديمي في الكاريزما. لكن الفرق هنا إن اللي مفروض يبقى الشرير ممكن يبقى هو المنقذ. ده الأنمي اللي ممكن يقلب الترابيزة كلها.
順番に説明していくから。ただこれだけは覚えておいて。これから会う3人のうち1人は人間じゃない。 تخيلوا Among Us باستاينز جيت، على مركبة فضائية في كائن غريب بيتنكر كإنسان. المصيبة انت محبوس في تايم لوب، كل دورة فيها خيانات جديدة، أسرار وخلفاء غير متوقعين. الأنمي ده رعب نفسي، غموض، كله في باكج واحدة. لو بتحب ري زيرو أو Another ده هيبقى وجبتك المفضلة. هيرو without a class، تخيل عالم كله كلاسز، محارب، ساحر، قاتل، إلا بطلنا هو كلاسلس، لكن بنان ما يستسلم، استغل عقله، حظه الغريب، واستراتيجيات غير تقليدية. الأنمي ده زيرو تو هيرو حقيقي، نازل في أكتوبر 2025. Chitose is in the Ramoon bottle. تخيلوا بطل شعبيته زي النار، لكن ورا ظهره كله بيشتم فيه. ده بالظبط حال ساكو تشيتوسي، نجم المدرسة الأول، الكل بيحبه ويثق فيه، لكن في المنتديات السرية على الإنترنت هو زبالة المدرسة. ساكو مش فارق معاه الكلام ده، لكن مهمته الجاية هتحطه في مواجهة مباشرة مع أسوأ كوابيسه. القصة بتبدأ لما المدرس يطلب منه مهمة مستحيلة، يقنع زميلهم المنعزل كينتا يامازاكي يرجع للمدرسة. المفاجأة، كينتا مش بس منعزل، هو كمان أكبر كاره لساكو على الإنترنت. الأنمي ده بيجمع بين الكوميديا والدراما النفسية والصراع على الحفاظ على صورتك المثالية. هل ساكو هيقدر يلين قلب ألد أعدائه؟ ولا أسراره هتتفتح على مصراعيها؟ إن كل شخصية ليها وجهين، وجه بيوريه للعالم ووجه بيوريه للإنترنت. نرجع لأجواء يابان القديمة مع شباكة، مبني على سلسلة روايات مشهورة. الأنمي ده مزيج بين تاريخ، فولكلور وغموض. القصة عن إيتشيتارو، وريث ضعيف الجسم لكنه شايف عالم الأرواح، بيتسحب في دوامة جرائم ومؤامرات، واللي بيساعده كائنات غامضة من عالم الأياكاشي. العمل ده هيعجب محبي موشيشي ومونونوك. مين قال إن الأنمي الأسطوري ممكن يخلص؟ العودة المنتظرة لأكتر أستاذ فوضوي في التاريخ. لو فاكر إن جنتوكي خلص مهمته، فكر تاني. الأنمي الجانبية ده بيجيب لنا جنباتشي ساكاتا وهو بيحاول يكون مدرس في مدرسة جنتاما هاي. طبعاً كلمة بيحاول مهمة هنا، لأنه غالباً هيقضي وقته في الهروب من دفع الإيجار أو السخرية من زملائه المدرسين أو يحل مشاكل الطلاب بالضرب. كل شخصيات جنتاما اللي بنحبها هترجع، بس المرة دي في مدرسة الجنون. استعدوا لأكتر كوميديا عبثية ممكن تشوفها في حياتك. هل هيقدر يعلم الطلاب أي حاجة مفيدة؟ لأ طبعاً، لكنه هيعلمنا إزاي نعيش الحياة بفوضوية وكرامة. The banished court magician aims to become the strongest. أليك، ساحر البلاط الملكي، اتطرد واترمي بره زي ولا حاجة، لكن الطرد ده كان بداية قوته. في الظل يكتشف سحر محرم ويخليه أقوى من الملوك نفسهم. ومش لوحده، أصحابه المخلصين بيساندوه وهو بيخوض معارك دامية. القصة مش بس عن انتقام، لكنها عن الفداء، الروابط والإصرار. الأنمي ده نازل 4 أكتوبر 2025. حضروا نفسكم لرحلة صعود قوية. دي مش معارك وسيوف، ده أنمي عن الرقص والاكتشاف الذاتي. القصة عن طالب منطوي يلاقي نفسه من خلال الرقص. ستايلش، درامي، إنساني جداً. الأنيميشن بيخلي الحركات حقيقية بشكل يخليك تحس إنك في المسرح معاهم. لعشاق قصص الخيانة والانتقام، القصة بطل اتحبس مع فريقه في زنزانة قاتلة. أصحابه خانوه وسبوه يموت، لكن بدل ما يموت يكتشف قوة جاتشا سامن. بعد 3 سنين لايت يطلع بجيش كامل ويبدأ انتقامه. أكشن بلس انتقام بلس باور فانتسي للآخر. ساندا، تخيلوا سانتا كلوز بطل شونين في مستقبل ديستوبي. الأنمي من بارو أوتاجاكي، مؤلف بي ستارز. استعدوا المزيج من أكشن عالي، رسائل عن العيلة والاستهلاك، ومعاها لكمات طائرة من الرنة. My status as an assassin obviously exceeds the hero. الأنمي ده مليان انتقام، قتل بالظل، وقرارات أخلاقية رمادية. مش ثوري، لكنه من النوع اللي تتفرج عليه بالليل وتقول أنا مستمتع حتى لو مش عايز أعترف. وهي كده خلصنا العد التنازلي لأفضل أنميات منتظرة في خريف 2025. موسم مليان تنوع،
من رومانسية فانتازيا لسانتا كلوس مفتول لأنميات أسطورية بتودعنا. قولولي في الكومنتات إيه أكتر عمل مستنيين وليه؟ ولو عايزين تشوفوا تحليلات أكتر عن أقوى أنميات 2025 تابعوني علشان الموسم ده هيبقى حديث كل الأوتاكو، وما تنسوش تعملوا لايك.